لازم اخلص البرزنتيشن دي قبل الميتنج. قبل الميتنج وماله، انتي هتأجليه لحد اخر دقيقة في الديدلاين زي كل مرة. لا، هخلصها مش زي كل مرة، مش هعمل نفس القصة. بس ايه، ممكن اقوم اكل او اقوم افصل شوية. ايوه، بتزاية كده حلوة علشان مش هتضر برضو، وتقومي تلحقي البرزنتيشن قبل الميتنج. فين الموبايل اطلب؟ ما انا برضو اكيد مش هقدر اشتغل وانا جعانة. طبعا طبعا، كلنا عارفين ان الشغل ما ينفعش وحد جعان. هو ال ADHD ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ كلمتكم عن عيوب، بس على فكرة هو فيه مميزات كتيرة قوي، وكل حاجة ممكن حسب انت شايفها ازاي وبتكنترول دي ازاي. انتوا عارفين بيشبهوا ال ADHD تشبيه حلو قوي، كأنه عربية فراري بس بفرامل عجلة. فعربية فراري وسريعة، قوية، كل حاجة فيها حلوة، بس مش عارفين نعمل كنترول. وهنا بقى يجي دور ان احنا لما بيبقى عندنا وعي ونعرف، فنقدر نتحكم شوية في العيوب اللي عندنا، وتبقى عندنا خلطة من مميزات كبيرة جدا لو اتعلمنا ازاي نستغلها. زي مثلا السرعة دي سبب ان احنا بننجز بسرعة. بنوقع حاجات واحنا متسرعين، بس بننجز حاجات تانية. التشتت، بس اوقات تانية بنعرف نركز جدا. على فكرة زي ما قلت لكم في أول فيديو، إن الناس الناجحة والمؤثرة في العالم أصلا هي ADHD. ليه؟ لأن هم على طول عندهم وماذا بعد. لماذا نحن هنا؟ مش بيقف عند الكلمة وخلاص، مش بيشوف الصورة صورة عادية. دماغه على طول بتسأل ليه حصل كذا، طب ازاي حصل كذا، طب أعمل ايه. كل ما بيوصل لمرحلة هو عايز يوصل للي بعدها. عشان كده بقول لكم إن حتى أولادكم بصوا لهم من جانب إن هم أذكياء، ومن جانب إن هم عندهم فضول يفهموا أكتر، مش إن هم زنانين. إحنا عايزين نطور المهارات دي، عايزين نعرف نتغلب عن المشكلة بتاعة إن إحنا ما بنشوفش الوقت، نتغلب عن المشكلة بتاعة ترتيب الأولويات، علشان تخلّوا حياتهم في المدرسة والجامعة والشغل أسهل بكتير. طبيعة الشغل بتفرق، لو حد بيسمعني دلوقتي طبيعة الشغل بتفرق جدًا. عايز شغل فيه حركة، أو فيه فكرة، فيه creativity. الناس الADHD ما بيعرفوش يقعدوا ويتحبسوا، عايزين ينطلقوا، عايزين مساحة من الحرية، زي ما جوّه دماغهم أفكار كتير، عايزين حياتهم من برّه يكون فيها نفس الكلام ده. من الحاجات اللي بنشوف برضه عيوب، اللي هي الدنيا مش مترتبة، بس زي ما قُلت لكم هي مش مترتبة حواليّا ومش مترتبة في دماغي. يمكن أنا من الحاجات اللي نسيت أقولها لكم الفيديوز اللي فاتت، إن أنا مثلًا بجد أنا عايزة كل حاجة مترتبة في دماغي وفي حياتي. فأنا بارتّب مثلًا أوضتي 3 مرات في اليوم، فطار وغدا وعشا. بارتّب مكتبي نفس الكلام، بارتّب الأفكار والto do list في حياتي يوميًا. ف بالراحة عايزاكم تبقوا رحيمين على نفسكم وعلى الناس اللي حواليكم. قللوا الإحساس بالألم بتاع اللوم وجلد الذات، وأنا ما عملتش كذا والحاجات دي. وأنتم الأهل ما تلوموش ولادكم، خلّوا الحياة أبسط، لإنه الADHD حقيقي فيه مجهود وحِمل كبير عليه. أنتم عارفين من الحاجات اللي لمّا الواحد فِهم نفسه فيها بطّل يلوم برضه نفسه، من كتر السرعة اللي باقول لكم بتنفعني في حاجات وبانجز presentation في ساعتين، إنه من كتر السرعة أنا مش بابقى مركّزة مثلًا حطيت الموبايل فين. أروح أجيب الموبايل أنسى النضارة مثلًا فين. أقول طب أنا عايزة مثلًا أبعت الإيميل ده وبعدين أقوم أذاكر كذا، فممكن أروح أفتح اللاب ما أبعتش الإيميل وأعمل أي حاجة تانية أصلًا خالص. هي دي المشاكل الكبيرة اللي بجد إحنا بنحاول برضه نتغلب عليها بالفطرة. طبعًا ممكن يحصل حاجات أكتر من كده، تنسى حاجة مهمة، تسيبي حاجة على النار، كل الحاجات دي. عشان كده لمّا بتعرفي بترجعي تركّزي، أو بترجع تركّز وتسامح نَفْسك وما تلومش نَفْسك كتير. برضه من الحاجات، حاسة إن الجزء ده من الحلقة هيكون كُلّه حاجات comedy يعني. من الحاجات بقى يعني لو حد شافني عملت فيه الحركة دي قبل كده يعني يسامحني. أنا من زمان جدًا، جدًا، جدًا ممكن أسأل حد إزيِك، عاملة إيه، اسمِك إيه، فتقول لي مثلًا اسمي كذا. خلاص باعمل حاجة تانية وارجع لها بتكلمني وأنا مش عارفة اسمها إيه، ودي كانت بتبقى إحراج جامد جدًا. بس والله العظيم أنا مش عارفة إزاي نسيته، لدرجة إن أنا بقيت أقول وأنا باسأل بقى لحد على اسمه، أنا هابقى مركّزة أوي وهي بتقول اسمها أو هو بيقول اسمه، علشان الموقف ده ما يحصلش. سبحان الله برضه أنسى، يعني حتى بعد ما عرفت إن أنا ADHD الموقف ده اتكرر قريب. بس أنا بقى كنت خلاص عرفت، فبقيت متصالحة مع نفسي، فقُلت لها: "معلش أنا بس نسيت اسمِك، ممكن تقولي لي اسمِك تاني؟" قبل كده كنت لأ، اللي هو
حبيبتي إزيِك، يعني لو اتزنقت أوي هاسألها. برضه المقاطعة في الكلام، أنا مش باقاطع الناس علشان أنا مش باحترمهم أو قلة ذوق. عارفين لمّا تبقوا حاسين إن خلاص أنا عرفت اللي جاي إيه، وبعد كده لمّا درست coaching اكتشفت إن ده حاجة اسمها jumping to conclusion، وإن دي مشكلة من مشاكل أخطاء التفكير. وعشان كده من الحاجات برضه اللي عرفتها إن الADHD زي ما باقول لكم ممكن يضرب معاه OCD، ممكن يضرب معاه مشكلة من مشاكل التفكير الperfectionism، يا all يا none، ما فيش حاجة في النُص، يا هاعمل الحاجة oh mon Dieu جامد جدًا، يا مش هاعمل الحاجة خالص. مع الADHD هتلاقي كل واحد فيكم ملمّس في حاجة، فكل ما عرفنا بدري كل ما إيه، ما لمّسش في حاجة. يمكن كمان من الحاجات اللي باشوفها بقى يعني في ناس تشوفها عيب، بس أنا باشوفها ميزة، إنه الADHD ما بيعرفش يدخل في تفاصيل هو مش عارف هيستفيد منها إيه. يعني مثلًا حد يقول لِك إيه، فلانة اتجوّزت، فلانة خلّفت، فلانة سافرت، تلاقي الADHD ما عندوش فضول هنا. يعني هو عنده أسئلة فضولية وكونية وهو بيذاكر، اللي هو أنا باذاكر ده ليه، باعمل ده ليه، لكن ما عندوش بقى الحتّة بتاعة الاجتماعيات اللي هو تمام مبروك، ألف مبروك. ودي كانت دايمًا مثلًا صحابي، فمش عارفة أشاركهم نفس الاهتمامات. مثلًا في البيت حد بيقول لي على حاجة، فأنا بارُد على قد السؤال. مش بابقى شايفة إن في تفاصيل كتير المفروض أقولها، خلاص فلان حصل له كذا، فلان حصلت لها كذا، خلاص ده اللي حصل. فدي برضه كانت بس أنا باشوفها ميزة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تشدّني أشوف ما وراء هذا حاجة علمية، مش عارفة ده بقى يعني ممكن كل ADHD يكون عنده حاجة معيّنة هو interested فيها. وأنا برضه مش أي حاجة علمية، يعني أنا مثلًا لمّا درست أنا كنت باحب صيدلة الحمد لله، بس مثلًا لمّا درست الcoaching والpsychology لأ، يعني عرفت أكمّل فيه للآخر، في حاجات تانية درستها يمكن ما اعرفش أكمّل فيها للآخر، فكل حد أكيد دماغه مختلفة عن حد، ولكن في حاجات لو الADHD interested فيها هيكمّل فيها للآخر جامد جدًا. من الحاجات وغالبًا كده إحنا بدأنا ندخل في موضوع الصحاب، حتّة التفاصيل ما ليش فيها، حتّة بقى المواعيد أو الحاجة اللي صاحبتي بتحكيها لي، أو صاحبتي نفسها أحيانًا. بُصّوا يا جماعة إحنا عندنا حاجة كده out of sight out of mind، اللي مش قدّام عيني أنا بانساه. ممكن مثلًا واحدة صاحبتي تلاقيني إن أنا اختفيت فجأة، هي متخيلة إن أنا زعلانة أو إن أنا مش باحبها، وده مش أكيد، بس عادي. عارفين كانوا زمان بيقولوا عليَّ إنجي جات لها الحالة. ما حصليش أي حاجة عادي، بعد ما كنت باخرج مع أصحابي يومين 3 قررت أدخل الأوضة وما أعرفش أنا باعمل إيه، أنا مش مسحولة في حاجة ما حصلتش، ممكن أكون قاعدة ما باعملش حاجة، بس أنا ما عنديش طاقة. زمان ما كنتش فاهمة ده ليه، وكنت فاكرة إن ده نوع من أنواع مش اكتئاب، ولكن نوع من أنواع إن أنا مثلًا هادية وندية زيادة عن اللزوم، مع إن ده برضه ما كانش حقيقي. فكانوا يزعلوا، طب أنتِ إزاي معانا النهارده بكرة ما بترديش، فإنجي جات لها الحالة. فطبعًا دلوقتي فهمت إنه هي كانت نزلت مرّة و2 و3، النهارده ما عنديش طاقة، أنا أصلًا ما فيش دوبامين يخلّيني أقوم أنزل أتكلّم مع العالم أو حتى أرُد عليكم في التليفون. طبعًا بعد شوية ما بقوش يزعّلوا خلاص، لإن عرفوا وبقينا بنهزّر أصلًا على الموضوع. وباقول لكم كمان ممكن أنسى المواعيد، يعني مثلًا حد من صحابي عندها ميعاد مع دكتور وأنا والله مهتمة جدًا، فضلت مهتمة وفاكرة لحد قبل الميعاد بنُص ساعة مثلًا ونسيت أكلمها أطمن عليها عملت إيه. برضه كنت باشوف طب أنتِ مش تفكّري نَفْسِك، يا جماعة أنا بافكّر نَفْسي كل 5 دقايق علشان أعرف أكلمها أطمن عليها، بس أنا فعلًا جيت قبلها بنُص ساعة وطارت. مؤخرًا بقيت متسامحة مع نَفْسي، فلمّا مثلًا واحدة صاحبتي تقول لي: "إنجي أنتِ سقطتِ كذا، كذا." أقول لها: "أيوه، أيوه، أنا ADHD وسقطت كذا، كذا." عادي خالص. الصراع اللي كنت عايشة فيه ده هدا جدًا، وعلى فكرة هو ده سبب الفيديو، يعني باكلمكم ليه في مواقف حصلت في حياتي، مش عشان حياتي، عشان أنا اكتشفت إن أنا ما كنتش فاهمة، وإن في كتير بجد ممكن يكونوا مش فاهمين، وإن في أهل ممكن يكونوا مش فاهمين ولادهم، وفي الوقت ده إحنا محتاجين إحنا نفهم نفسنا والناس تتفهمنا، والناس ما تزعلش مننا، والناس تعرف إيه المناسب لينا، وإحنا نعرف أصلًا المناسب لينا. إحنا مش انطوائيين ومش اندفاعيين بالطريقة الأوفر، إحنا حسب يعني تقريبًا الدوبامين والأدرينالين عاملين فينا إيه. فممكن تشوفني مثلًا وأنا باسوق تلاقيني هادية جدًا واخدة بالي من كل حاجة، وممكن تلاقيني جريئة جدًا، مش عارفة إزاي. أنا نفسي كنت باقول هو أنا مين؟ أنا اللي على طول آخدة بالي من كل حاجة وحاسبة الخطوة اللي أنا باعملها، والّا أنا المندفعة في كل حاجة بقى في الحياة؟ فزي ما باقول لكم دلوقتي بقيت متسامحة بقى مع الشخصية دي والشخصية دي، هُم شخصيتين يا جماعة من الآخر كده، شخصية بتحاول تبقى منطقية، وشخصية لا منطقية، وحسب بقى في الوقت اللي أنت فيه مين اللي كسبت ومشّت الدنيا. بمناسبة الشخصيتين والمنطق واللا منطق،
كتير جدًا من صحابي لمّا كنت أقول المنطق بيقول كذا، كانوا بيتخضّوا، اللي هو إحنا كده داخلين على حاجة غلط. أنا مش عارفة أنا وقتها صح والّا غلط، بس اللي أنا دلوقتي بقيت متأكدة منّه، إن مش ضروري أكون ماشية على تفكير حد، لإن أنا دلوقتي بقيت شايفة إن تفكيري هو مناسب ليّا، ومش لازم أترجم كل حاجة بطريقة حد. عرفت إن كل واحد ليه طريقة في ترجمة. فاكرين لمّا باكلمكم دايمًا عن الأفكار والخريطة الإدراكية؟ كل واحد بيترجم التصرفات من البيئة بتاعته هو وتربيته هو. فدلوقتي بقيت شايفة إن هم ممكن يكون كان عندهم حق، لإن أنا كنت مختلفة، المنطق بتاعي كان مختلف عنهم. بس طبعًا كنت أوقات باعمل masking واحاول أبقى زيهم عشان أنا عايزة أبقى معاهم. أمّا باكون مش فاهمة الكلام اللي فيه تلميح، يعني لو حد بيتكلم على حاجة بجد مش بابقى فاهماها، يعني مش فكرة لف ودوران، بس اللي هو قُل لي الحاجة دي كده. لو حد بيهزر وبيقول حاجة فأنا باصدقها، مش باصدقها عشان أنا عبيطة، باصدقها عشان أنا تركيبة مخي بتفهم الكلام كده، مش فاهمة ما وراء الكلام. أوقات كان ممكن حد يستغل مثلًا سكوت، طيبة، لكن هو مين قال له إن أنا ما كنتش فاهمة؟ أي حد من صحابي أو أي حد من الناس اللي حواليّا، أنا كنت فاهمة إن أنا ممكن أكون باجي على نفسي عشان اللي قدّامي، بس أنا اللي عايزة أعمل كده. فدايمًا كانت الناس برضه ما بتبقاش فاهمة الشخصية أوي، وعشان الADHD بيحاول ييجي على نفسه فعلًا عشان الناس، فالناس ممكن تفهمه غلط. من الحاجات اللي كانت بتتقال لي من صحابي برضه: إنجي أنتِ حالمة، الADHD daydreamer. من كتر المعاناة اللي بيشوفها في حياته عشان يهندل نفسه أصلًا، لمّا بيحس إنه مش مستحمل حاجة، بيسرح بخياله لحلم في خياله هو، اتوتر، اتضايق، قاعد مش مرتاح في مكان، الواقع اللي هو فيه أليم، هيفصل من كل ده وهيشوف بقى إيه، وإحنا قاعدين كده نحلم بحاجة حلوة عشان ما فيش دوبامين وعشان نعرف نزُق اليوم يعني. فبرضه طبيعي كانت الناس تشوفني حالمة. وزي ما قُلت لكم لمّا كنت باكلمكم على المدرسة والدراسة وكده، برضه إنجي أنتِ اللي هو بقى أنتِ شاطرة جدًا، وأنا أصلًا اللي هو يعني دحّيحة مش شاطرة عادية، سوسة أوقات، ما بتقوليش الحقيقة، وأنا أصلًا على الله حكايتي. يعني ده أنا لو يعرفوا أنا قاعدة بالوم نفسي إن أنا مش عارفة أتعب وأسهر وبانام وباكل. يعني من الحاجات اللي كانت بتضحّكني جدًا أو دلوقتي بتضحّكني يعني، إن أنا صحابي وقت الامتحانات خلاص ما فيش أكل، سهر وأنا باكل وبانام وفي الآخر باقعد أعيط عشان عايزة أذاكر. بس هو برضه ربنا بيكرم يعني. فيا جماعة لأ، أنا كان بابقى قاعدة بالوم نفسي، أنا عايزة أذاكر بس مش عارفة. فعشان كده باقول لكم في عيوب ومميزات، بس أنا في الأول وفي الآخر شايفاها كلّها مميزات، عايزة شوية control. الحساس اللي بيزعل من أقل كلمة هو كمان ما بيجرحش حد. فالADHD زي ما هو حساس وما بيجرحش حد، بس هو أقل كلمة بتزعّله. فالناس تقول له: "أنت over." وأنا اتقالت لي كتير: "إنجي أنتِ over." وبعدين بس أنا بدأت خلاص أأدبت وأتكيّف عليها. بس زمان كانت بتزعّلني كلمة أنتِ over، لإني كنت باحس إن يعني أنا مش over، أنا عادية، هي الكلمة دي تزعّل أو الموقف ده يزعّل. كبرت بقى وفهمت ودرست حاجات كتير، بقيت فاهمة إن تصرفات الناس مش ضروري تبقى زي ما أنا متوقعة، وفهمت حاجات كتير. وكADHD فهمت إن أنا ممكن أكون أنا الحساسة زيادة، بس مش عشان حاجة، غير على إن أنا كمان ما بازعّلش حد. المفروض يعني ممكن أكون شريرة في قصة أحدهم عادي. موضوع بقى الاختيارات، الADHD يا جماعة ما تخيّروهوش. هتقول له تاكل إيه، تدّي له options هيعطل، هيختار أسهل حاجة أو آخر حاجة هو كان مختارها. menu، هنسافر فين. عارفين إحنا عندنا برضه في التناقض يعني، تيجي تقولي مثلًا تقولي ها هتسافر فين، تلاقيني سؤال سهل أهو بس أنا عطلت. ما فيش، تاكل إيه، عطلت. رغم إن إحنا عندنا سرعة واندفاعية. العكس بقى لمّا تكون في موقف عايز رزانة وحكمة وهدوء وثبات انفعالي، إحنا داخلين قطر. فزي ما باقول لكم برضه مميزات وعيوب، بس أنا شايفاها برضه هافضل أقول مميزات بس نcontrol كل التناقضات دي. مش عشان إحنا مثلًا عندنا مرض، لأ، إحنا مختلفين، علاقاتنا مختلفة، استقبالنا للحاجات مختلف، ورَد فعلنا لأي حاجة برضه مختلف. لكن اللي أنا عايزة أقوله إن مش ناس مؤذية، مش ناس غبية، مش ناس متخلفة، مش عشوائية، مش ماشيين يكسّروا، مش ماشيين يضربوا في الناس، ما فيش كل الكلام ده. فيا جماعة يعني كل صحابي اللي كنت باسقّط حاجات، ربنا عالم أنا عملت مجهود عامل إزاي. أنا ممكن أشوف صور على إنستجرام أو حاجة أقول إيه ده، فلانة وحشتني أنا عايزة أكلمها، يا باكلمها وما بننزلش أو بننزل، أو أتسحل في حاجة فما أعرفش أبعت لها يعني. من الحاجات بقى كمان إنه إحنا طاقتنا بتخلص بسرعة، فإحنا آخدين وقت مع نفسنا رهيب
علشان نرضي الناس اللي حوالينا، نعمل الحاجات اللي ورانا. فأوقات بنيجي عند الحتّة بتاعة الصحاب دي وبنفصل مش عشان ما بنحبهمش، إحنا بنحُط لنفسنا روتين في حياتنا وشغلنا عشان نمشي عليه، وإحنا أول ناس بتكسر الروتين، يالّا بجملة التناقضات يعني. يعني الADHD لو ما عندوش روتين هيبقى ماشي مش فاهم هو رايح فين، فلازم coping mechanism بيحاول يأدابت يعني، يعمل روتين. وكالعادة بيحب الحرية ولازم يعبّر عن نَفْسه وهو أول واحد يكسر الروتين ويرجع له تاني. من المقاسي كمان الADHD بيشوفها الshopping. إحنا الshopping بالنسبة لنا بُصّوا بقى notes، أقلام، حاجات جبناها 100 مرّة، حاجات ما لهاش 60 لازمة، حاجات مش وقتها حتى كماديات أو كفلوس إن إحنا نجيبها. بُصّوا يا جماعة، هو الshopping أصلًا بيزوّد الدوبامين، وأنا واحدة واقع عندي الدوبامين، وحلاوة الshopping إنه الملاذ الآمن، الحاجة اللي هاعملها هتعلّي الدوبامين ومش هتتخّن زي الأكل، ومش حرام حلال، فأنت هتروح. أي حد عنده ADHD طيب أطلب order، طب يفتح application، طب يجيب أي حاجة زي ما باقول لكم ما لهاش لازمة، ويفضل متحمّس لحد ما بتاع الdelivery ييجي يجيبها له. أول ما يجيبها ويحطها في البيت جنب إخواتها هو بينساها short term memory loss. يعني الADHD ما بيبقاش عارف هو عنده إيه وما عندوش إيه، هو بيفتح الدرج يلاقي إن هو جايب من الحاجة 10 مرات. أنا هاجيب الفستان ده، طب أنا عندي مناسبة، لأ هاجيب النوت بوك دي، أنا عندي في البيت مكتبة نوت بوكس، وهكذا، وهكذا ماشيين بنفس الطريقة. وأوقات نطلب لو هنطلب حاجة delivery أو حاجة بنبقى نفسنا يحصل أي حاجة أصلًا وما تجيش يعني. قصة قصيرة حزينة مع الshopping، وزي ما باقول لكم هي طريقة برضه علشان نرفع بيها الدوبامين عشان نكمّل. فلو لاقي نفسك لمّا طاقتك بتخلص بتطلع بالshopping، شُك في نفسك كده وروح شوف هتعمل إيه مع الADHD. وعلى فكرة هي مش كل الناس كده، عشان هتقولي لي إحنا كلنا كده، الshopping هيفرّح كل الناس. حتى لو أنا الشنطة دي عاجباني، أنا باقف لحظة وأقول طب أنا عايزاها والّا لأ؟ وده كان سؤال بيني وبين أختي في مرّة، إنه أنا وأنا ماشية خلاص أنا يعني متضايقة وكذا، رُحت جِبت شنطة و2، طب أنا أصلًا باجيب 2 ليه؟ طب أنا دلوقتي حتى لو عايزة هاجيب واحدة. هي قالت لي: "أنا لو ماشية في mall وكل الmall عاجبني، أنا مش هاجيب الحاجة غير الحاجة اللي أنا محتاجاها." دي الأشخاص الطبيعية، بس إحنا برضه طبيعيين عادي. ولكن يعني حتى لو جِبت هات حاجة بسيطة، لأ إحنا اللي هو ماشيين نعمل كده. وطبعًا دي بتبان فين بقى؟ وأنا مسافرة يومين، عارفين الreels اللي على إنستجرام بتاعة الشنط وفرق ما بين شنط الرجالة والستات؟ هي دي بتعبّر عني، يعني لو هي فعلًا كل الستات كده فأنا أضربه في 2. ولمّا باسافر وما استخدمش الحاجة دي بافضل أفهّمني إن أنا ما أعملش كده. وده برضه نوع من أنواع الأولويات اللي مش موجودة الحقيقة. فأي ADHD يركّز في الجانب المادي بتاعه عشان دايمًا هيبقى بايظ، لإن مش طول الوقت هتعرف تعمل shopping لمّا تبقى متضايق شوية يعني. يمكن الجزء ده من الحلقة كان بروح مميزات وعيوب، وإزاي تcontrol العيوب وتقوي الفرامل بتاعة الفراري، ساعتها هتشوف إنجاز، إنتاجية، تشوف مش راحة بال قد ما هتشوف استقرار نفسي شوية. لإن زي ما باقول لكم إحنا على طول بنلوم نفسنا، مش معنى إن أنا مقصّرة في حاجة أو منجزة في حاجة، أنجزت حاجة أو مقصّرة في حاجة، أنا في الحالتين بالوم نفسي. والله أنجزت باقول بس لو كنتِ بقى عملتِ أكتر كنتِ، بالوم نفسي. ولو ما عملتش يعني أنتِ مش عارفة تعملي كذا. فبالراحة، بالراحة على نفسنا شوية، وأنا كمان بالراحة على نفسي، وأشوفكم في الحلقة الجديدة.